الله. فضيلة الشيخ، ما هو الوقت الذي يدعو فيه الصائم عند الإفطار؟ هل هو بعد الأذان مباشرة أم قبل الأذان؟ أما على الأذان فوقت الأذان فإنه يردد أذكار الأذان، وهي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبين الأذان والإقامة وقت فضيلة يشتغل فيه بالدعاء، ولذلك استحب بعض العلماء أنه يأكل ثم يتفرغ لأذكار الأذان ثم بعد ذلك يدعو. وقال بعض العلماء قوله عند فطره أي قبل أن ينتهي من فطره، لأن الشرع جعل خواتم العبادات مظنة الإجابة، ولذلك آخر الصلاة قبل أن تسلم قال عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من المسألة ما شاء. ولما كان يوم النحر يوم التحلل شرع الله الوقوف بالمشعر فيدعو، والدعاء له فضيلة ومزية، حتى قال كان بعض السلف يفضله ويقول انه مستجاب بالمشعر، وذلك لأنه عند ختم أو على وشك التحلل، ففضلوا أن يكون في آخر اليوم قبل المغيب. وكلا الوجهين صحيح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.